في إطار انفتاح الجامعة الجزائرية على محيطها الدولي، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري بمقر الوزارة رفقة وزير التعليم العالي لدولة تونس السيد منذر بالعيد، وبحضور إطارات من الوزارة وعدد من مدراء المؤسسات الجامعية، أين تم التوقيع على اتفاقية شراكة تهدف لإعطاء وثبة جديدة للتعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري على ضرورة تحقيق شراكة وتكامل بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الجامعة الجزائرية ونظيرتها التونسية. الهدف من هذه الزيارة هي إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية التونسية في مجال البحث العلمي والتعليم العالي. هذه الدفعة والوثبة الجديدة ستمكن من تحقيق مخطط تطوير العلاقات الجزائرية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والوصول إلى شراكة وتكامل حقيقيين بين برامج القطاعين. تتمثل هذه الشراكة وهذا التكامل في تشبيك مؤسسات التعليم العالي الجزائرية والتونسية. من جهته أكد وزير التعليم العالي لدولة تونس على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق جودة التعليم. إن شراكتنا مع شقيقة الجزائر استثنائية على جميع الأصعدة وفي عديد من المجالات، سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، وكذلك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نعمل على تكثيف الجهود وتنسيق أكبر وتعاون أعمق حتى يتسنى الاستفادة من تجارب البلدين وتفعيل التكامل والتضامن لإرساء سياسات وبرامج التعليم العالي والبحث العلمي تكون متلائمة خاصة مع الحاجيات والتحديات المجتمعية. لدينا قناعة مشتركة على وجوب تحقيق نقلة نوعية للشراكة التونسية الجزائرية تأخذ بعين الاعتبار مجمل المبادرات والإنجازات المسجلة في هذا الإطار، وتفتح أمامنا آفاقا واعدة تستجيب إلى تطلعاتنا إلى مزيد التضامن والرقي، وهو ما يحدون جميعا إلى مزيد تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق من أجل رفع نسق التعاون والشراكة في مجالات البحث والتجديد والتعليم العالي، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى مأسسة وديمومة هذه المبادرات. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة القائمة على تطوير حركية الطلبة والأساتذة بين الجامعتين الجزائرية والتونسية من خلال الإشراف المشترك على الأطروحات والمشاريع البحثية والعمل على تكثيف التوأمة بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي بين البلدين.